لما بنت الجزائر تتحداني وتطلب مني ان انا اعمل اصعب وصفه عندهم اللي هي خبز الدار ومن غير دقيق اعملها بالسميد، بتكون دي النتيجه. حاجه كده هشه وقطنيه ومتفرغه من جوه، هي ذات نفسها لما شافت الصوره قالت لي مش معقول ازاي النتيجه دي طلعت معاكي. تعالوا كده نشوف خبز الدار الجزائري، حاجه كده انا اول مره اعمله، اول مره اكله، طعمه تحفه جدا جدا، بس عملت تعديل بسيط. المفروض ان هو بيتعمل بالسميد بس او بالدقيق، عملته بتعديل بسيط لان احنا مش عندنا نفس السميد اللي موجود في الجزائر. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. في بوله كده هتنزلي بكوبايه من الميه الدافيه، عليها معلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه، معلقه ونص كبيره من السكر، وهتقلبي لحد ما تتاكدي ان السكر داب معانا تمام. بعد كده هننزل ببياض بيضتين عليهم نص كوبايه من الزيت، وهنديهم كده تقليبه سريعه. وطبعا السميد اللي موجود في الجزائر بيكون في منه انواع كتير، اما عندنا في مصر هو نوع واحد وبيستخدم كمان فقط للبسبوسه. فعلشان نعادل الموضوع ده هقول لكم هنعمل ايه. حطيت هنا معلقه ممسوحه كبيره من الملح، وهنا عندي سميد البسبوسه يا بنات السايب الساده اللي من غير اي منكهات ولا اي اضافات، موجود في العطاره بالكيلو. هاخد منه هنا قد ايه 5 كوبايات من دقيق السميد او دقيق البسبوسه. اللون عندهم بيكون مايل للاصفر شويه، احنا عندنا اللون الابيض ده. المهم علشان اعادل وتكون نفس الوصفه بنفس النتيجه، خبز الدار الجزائري هنعمل ايه؟ لكل كوبايه من السميد انت اخدتيها هتاخدي قصادها معلقتين كبار من الدقيق. انا هنا بعادل والله، مش بغير في الوصفه خالص، ولكن حقيقي نتيجتها كانت فوق المتوقع. اخدت كده كميه الدقيق بتاعتي، بعد كده هحط كوبايه ميه كده دافيه، يا دوبك قلبت بس الخليط مع بعضه. هنزل كده بكوبايه الميه الدافيه، ويا دوبك فقط هنا مش هنعجن يا بنات، هتلموا فقط اللي موجود في البوله. بعد كده هنغطيها ونسيبها تريح مش اقل من ساعه. اذا كان في الشتاء او في الصيف عايزين كده دقيق السميد ده يطرى معانا ويبقى زي العجينه حرفيا. غطيتها بعد ما عدى عليها الساعه، قلت اطمن كده. خلوا بالكم انا اول مره بعمله، فعايزه كل بنات الجزائر الجمارات المتابعين الحلوين ينزلوا يقولوا لي جمدان يا بنتي اموله، عملتيه زينا او انت غلطتي في كذا، وصححوا لي. تمام. المهم بعد ما عدت الساعه، هي قالت لي هاتي كوبايه حليب وهتبداي تنزلي شويه بشويه وتبداي تعجني. احنا السميد بتاعنا مش زيهم خالص، انا ما خدتش الكوبايه دي يا بنات، يمكن اقل كمان من ربعها، فما تتغريش او تنخدعي. حطي معلقه معلقه لحد ما تبدا العجينه تطرى معاكي. اهم حاجه في الخطوه دي العجن المستمر والعجن الكويس، علشان ننشط العرق جوه دقيق السميد ده. تمام. شايفين قوام العجينه عامل ازاي؟ انا اخدت تقريبا اقل من ربع كوبايه الحليب اللي موجوده جنبي دي. طيب برضو النوع اللي انا استخدمته السميد، ممكن تجيبي انت نوع تاني، العطاره غير العطاره، نوع نضيف، نوع كويس، نوع لا. طيب وانا بشتغل كده حسيت ان هي انا يا دوبك ضفت لها مثلا ربع كوبايه الحليب او اقل كمان او معلقه، وبرضو ملزقه في ايدي زياده عن اللزوم، رغم ان انا عجنتها كويس. وحطي تحت عجنتها دي 1000 خط، عشان هي لازم تتعجن عشان تنشطي العرق بتاع دقيق السميد ده ويتحول معانا العرق زي ما انتوا شايفين. هتعملي ايه؟ هتزودي معلقه في معلقه كده من الدقيق. مش هينفع نزود سميد، خلاص مش هينفع نزود سميد، هتيجي معاكي ناشفه ومفروله من جوه ما تتاكلش. هتزودي معلقه في معلقه كده من الدقيق كانك بتلمي بيها العجينه. تمام كده. دهنت ايدي يا دوبك دهنه زيت بسيطه جدا ولميت بيها العجينه، عشان طبعا قوامها بيكون طري يا بنات وبيلزق بالشكل ده. بصوا كده على فقاقيع الهواء تقولك ان انت اللهم بارك عليكي اشتغلتي صح. انا مبسوطه قوي لان حقيقي طعمه عجبني قوي قوي. هنجيب ايه؟ المفروض المقدار اللي هي اديتهوني ده هيعمل يا بنات الصينيتين الكبار زي بتوع البسبوسه كده. طبعا احنا عندنا الصواني بمقاسات، فهناخد اول واحده اللي هي الكبيره خالص والوسطانيه اللي تحتها على طول. هتحطي مثلا في الكبيره التلتين، واللي بعدها هنحط التلت. تمام كده. اقفلي القلب ويلا كده نكمل بسرعه. انا مش مستوعبه يعني ايه دقيق سميد لحد دلوقتي، دقيق سميد يعمل مخبوزات ويكون بالطعامه دي. المهم الصواني بتاعتنا يا بنات هتكون مدهونه اي ماده دهنيه، ما عدا مش عارفه ينفع الزيت ولا لا بصراحه، يعني يا سمنه يا زبده يكون افضل عشان طعمها يكون حلو. بصوا لي كده اللهم بارك على قوامها وهي بتتفرد حرفيا ما شاء الله، ملت الصينيه عندي وفي ثانيه. هنبدا ندبها كده ونملى بيها الصينيه بتاعتنا كلها. بعد كده يا بنات هنجيب صفار البيضتين اللي كنا راكنينهم جنبنا، هنضيف عليهم معلقتين كبار من الحليب على كام نقطه كده من الخل علشان الزفاره. بعد كده هنقلب كويس جدا ونبدا ندهن الوش. اي زيادات موجوده في الوش كده من البيض مثلا ابداي ان انت شيليها علشان تاخد معانا في الاخر لون موحد. ما تجيش كده مبقعه حته يعني متحمره زياده عن اللزوم وحته تانية فاتحه، لا.
تمام. بعد ما خلصنا هما بيرشوا على وشها ايه اللهم ذكرني حبة البركة والسمسم. فترفعي ايدك كده من فوق شوية، ما تخليش ايدك واطية علشان السمسم او حبة البركة تتوزع كويس على الصينية. فهنرش رشة حلوة كده ودي طعم خطير. يعني فكرتني يا بنات قوي بخبز التميس او الخبز اللي احنا مثلا بنجيبه في حضرموت، عارفين نفس الطعم تقريبا كده بالظبط. المهم بعد ما خلصنا كده هنبدأ بقى نريح السجان تاني مرة قبل الخبز، بس مش هنريحها زيادة عن اللزوم علشان ما تجيش متفرغة زيادة عن اللزوم من جوه. هنريحها قد ايه؟ هنغطيها بأي حاجة ما عدا أكياس علشان ما تلزقش فيها، وهنسيبها يا بنات 20 دقيقة بالظبط. بعد ما تعدي أول 10 دقايق هتبدأي تشغلي الفرن، ولازم خبز الدار الجزائري يدخل على أعلى درجة حرارة، والفرن تكون سخنة جدا جدا. لو هنقول درجة حرارة كام، هتكون درجة حرارة 200. تاخدي الصينية كده بالراحة، ما تحاوليش ان انت تهبطي الخمور بتاعتها، وهتحطي السجان بتاعتك او الصواني رف اوسط. هنسيبها بالظبط من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. اول ما تلاقي الجوانب معاكي احمرت على طول كده هتقفلي وهتشغلي الشواية وتفضلي جنبها. واقفلي القلب بسرعة، لان هي اللهم بارك انا كنت فرحانة بيها قوي النهاردة، ولما دقتها عجبتني اكتر. هو زي احنا ما عملناش خبز الدار ده قبل كده، دايما كنت بشوفه، دايما كانت ما شاء الله بتصور لي وهي الغدا عندهم وكده، بس اللي هو انا عمري ما كنت افكر اعمله لانه مش عندنا نفس الصميد ده. بعد كده قلت ما نجرب، مش هنخسر حاجة. ولكن النتيجة يا بنات والله العظيم هتبهركم حرفيا. كده خلاص اللهم بارك. اول ما يخرج معانا من الفرن هنطلعه من الصواني على طول، ونبدأ نغطيه بأكياس وبعد كده بفوطة علشان يرد كده، وما نسيبهوش في السجان علشان ما يحرقش كده من تحت، يبقى مبلول زي المية. هسيبه يبرد تماما وبعد كده هنشوف النتيجة النهائية. وبصولي على الجمر والجمال وقول اللهم بارك. تسلم ايدك يا بنتي يا أمولة، تحفة جدا. بصوا كده بقى التقطيعة بتاعته، بتقطعيه زي البيتزا كده يا بنات، او مربعات مكعبات اي حاجة، وبيتاكل بيه اي حاجة. هو طعمه اساسا لوحده حاف كده مع كوباية شاي، هتقولي ايه الطعامة دي؟ طعمه حلو قوي. انا ما باكلش في العادي قرص، لازم حاجة جنبها شاي بلبن مثلا او غيره. اما دي كنت مستمتعة جدا قسما بالله وانا باكلها كده، طعمها حلو قوي. معلقة الملح على الكمية اللي احنا حطيناها كنت حاسة ان معلقة ملح كبيرة على المقدار ده كله. انت عايزة تضحكي عليا ولا ايه؟ ولكن لا، طلع طعمها مظبوط جدا جدا. خدوا المقادير وامشوا عليها، تحفة هتعجبكم ان شاء الله جدا. شايفين الهشاشة تبارك الله عليها، عاملة زي السفنج زي ما انتوا بتقولوا. اخواتنا الجزائريين الحلوين انزلوا في التعليقات وقولوا لي تسلم ايديك يا بنتي يا أمولة، او انت غلطتي في حاجة، او احنا فعلا بنعملها كده. وخدوا بالكم تاني، انا مش بعملها بالسميد بتاعكم المخصص ليكم، انا عملته بالسميد بتاعنا، علشان كده عوضت شوية بدقيق علشان يديني نفس النتيجة. وقد كان حاجة كده فاخر من الآخر. قولوا لي برضو المفروض القاعدة دي كانت تحمر شوية عن كده، يعني المفروض كنت اسيبها مثلا، انا سبتها 20 دقيقة بالظبط، بعد كده فتحت الشواية وقفلت تحت. هل تتحمر زيادة فاسيبها مثلا 5 دقايق تاني عشان تتحمر ذهبي اكتر؟ بس هي كانت اسفنجية جدا وطرية جدا وتتاكل حف من غير اي حاجة جنبها. تسلم ايديكم، واحلى تحية لاخواتنا في الجزائر واي حد في اي دولة عربية، خصوصا يا بنات المعجنات. اي وصفة محتارين فيها اكتبوها لي، وان شاء الله من عويناتي الاتنين انزلها لكم. وبالله عليكي لو الفيديو عجبك ارفعيه بلايك، وكمان اكتبي لي كومنت حلو منك، لان حقيقي تعليقاتكم بتسعدني جدا. مع السلامة.